هو انت وسيط ولا براند؟ السوشيال ميديا مش بس شو، دي اقوى منصة بناء ثقة. عشان كده خليك معايا. في فرق كبير بين وسيط بيشتغل ووسيط معروف. في فرق بين اللي بيبعت لك لينك العقار واللي الناس تبعت له تقول له انا بتابعك من فتره وعايز اشتري عن طريقك عقار. ايه الفرق؟ البيرسونال براندنج. لو انت وسيط عقاري في الامارات ولسه ما بداتش تبني لنفسك على السوشيال ميديا براند شخصي، فانت بتتنازل طواعيه عن اقوى منصه توليد عملاء في 2025. مش عشان الناس بتحب البوستات، بس لان السوشيال ميديا بقت شهاده الثقه الاهم لاي وسيط. طب ابدا منين؟ اول حاجه لازم تفهم ان دورك على السوشيال ميديا مش انك تبيع، لكن انك تعلم وتثقف وتوعي. يعني ايه؟ تشرح مشروع، توضح خطه دفع، ترد على سؤال، تحلل الفرق بين منطقتين او عقارين، تنصح عميل بمعلومه قانونيه. ده المحتوى اللي بيخلي الناس تقول الراجل ده فاهم مش بس بياع. تاني حاجه، شكلك بيفرق بس كلامك بيفرق اكتر. اهتم بالبروفايل، الصوره، البايو، طريقه الكلام، بس اهم من كل ده الصدق والبساطة. ما تبقاش متصنع ولا مقرر ولا بتحاول تقلد حد تاني. كونك حقيقي يعني ده اقوى براند ليك. تالت حاجة، خلي المحتوى دايما عشان العميل مش عشانك. ما تنزلش بوست تقول انا عندي احسن عرض، نزل بوست تقول لو بتدور على مشروع تدفع فيه اقل من 3000 درهم في الشهر شوف العرض ده. هنا الفرق، الاول بيحكي عن نفسه وعن اللي عنده، التاني بيحل مشكلة. رابع حاجة، الاستمرارية يعني النجاح. مفيش فيديو واحد هيجيب لك 100 عميل ولا بوست واحد هيقلب الدنيا، بس لو بقيت موجود وواضح وبتنزل محتوى باستمرار هتلاقي واحد بيكلمك بعد 3 شهور ويقول لك انا بتابعك من فترة ووثقت فيك. وده العميل اللي بتقفل معاه اسرع وبتكسبه مدى الحياة. ودي اهم نقطة، ان العميل يثق فيك كمصدر للمعلومة. وهنا هو مش بس هيشتري منك، ده هيكمل معاك وهيجيب لك غيره. في النهاية انت حر، تبقى وسيط بيظهر لما مشروع جديد بينزل، او تبقى اسم معروف الناس بتدور عليه قبل ما تنزل السوق. الفرق بينهم ايه؟ بوست واحد او فيديو بينزل كل يوم بس معمول صح. في الحلقة اللي جاية هبدأ اكلمك عن اسرار الكتابة الاعلانية للعقارات. ازاي تكتب كابشن يخلي العميل يقف يقرا ويضغط، مش مجرد بوست زيه زي غيره. تابع السلسلة، لان البيرسونال براندنج الحقيقي مش محتاجك تصرخ عشان الناس تسمعك، هو انت بس بتتكلم والناس تنتبه.